صباح الخير متابعينا الحلوين، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بخير، لأنه اليوم مثل ما وعدتكم بارت 2 من رحلة طرطوس. مين بيحذر وين ممكن تكون مغامرتنا لليوم؟ انطلقنا الساعة 6 الصبح وكان الجو بجنن، وضلينا نفتل بهالسيارة ومن حارة لحارة، وأنا مالي مصدقة ايمت حنوصل. وأخيرا يا جماعة صرنا هلأ بميناء طرطوس. شوفوا لي الجمال ومنظر البحر من بعيد كتير حلو، خصوصي إنه الصبح بيكون رواق كتير. وأكيد لما نشوف هالعدد الكبير من المراكب هذا يعني إنه رحلتنا رح تكون على جزيرة ألواح. وقبل ما نبلش رحلتنا لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. وصلت لمكان القوارب، يعني ما بوصف لكم شعوري بين الحماس والخوف، وبما إني أول مرة بزور المكان حبيت أكتشفه شوي. وهلأ صار وقت نطلع على القارب. يا جماعة الحماس ألف، ومثل ما يكون شايفين قارب رايح قارب جاي. حبيت التنظيم كتير لأنه هون كل قارب بطلع حسب دوره، بس الشي اللي مو كتير حلو هون إنه بده تقريبا ربع ساعة ليمشي القارب، فقلت لحالي خليني أعمل جولة بالقارب لبين ما يمشي. وبطريقكن سلمولي على زر اللايك. وأخيرا مشي القارب. أنا أول مرة بعمري بركب قارب يا جماعة، أنا مالي مصدقة المي من حوالي بكل مكان. صراحة أول ما طلعت على القارب ومشي حسيت بدوار البحر. خلوكم معي، المشوار لسه بأوله. طبعا في كتير مراكب وين. أول مرة بحياتي بشوف أكبر باخرة بحياتي. ها نحن ذا على دروب كنزنا نسير معا وآمالنا تسير قبلنا من غيرنا. وهلأ خلونا نعمل جولة. أول ما نزلنا على الجزيرة حسيت كأني دخلت على عالم تاني. الشوارع ضيقة كتير وكل حجر قديم، بتحس حالك بمكان تاريخي. لقيت قطط صغيرة عم تلعب وأنا روح قلبي القطط وقعدت ألعب مع شوي. طبعا كملنا طريقنا لبين ما وصلنا على مكان أثري كتير حلو اللي هو قلعة أرواد. متخيلين يا جماعة قلعة بقلب الجزيرة؟ شوفوا لي الهيبة، شوفوا لي التاريخ. أنا بصراحة ما شفت أحلى من القلعة السورية. لقيت درج بيوصل لفوق، خلينا نطلع ونشوف شو فيه. مكان قديم والإطلالة فعلا بتجنن. ما كنت متخيلة كمية الجمال موجودة هون. وعلى قد ما حلو هذا الطريق ذكرني بحلب القديمة. مشينا شوي وبشوف قطة كمان مرة ليكو هالنظرة كأنها عم تقلي انتي مو منها، شو بدك فيني؟ قطط الجزيرة نفسيات يا جماعة، بدنا منهم اسم ليرضوا يطلعوا على الكاميرا. وبعد هالمشوار قررت أرضع صفير بطني لأني فرطت. طبعا يا جماعة ما بتحلى القعدة على البحر من غير المناقيش. يا جماعة في أشياء كتير خرافية، يعني ما صدقت إنه هالشغلات موجودة على أرض الواقع. هي عن جد كتير حلوين، عن جد استخراج الصدف كمان. أتوقع هذا صدف حقيقي من المحيط الحقيقي. واو عن جد كتير حلوين. هاي اسمها السمكة المنتفخة. طرطوس عبارة عن صدفات من نجوم البحر. حلوة جماعة. أنا حابة أعطي هدية لرفيقتي المقربة. طبعا رفيقتي بتحب اللون الزهري وأنا البربل، راح أجيب من الصدف. هاي لرفيقتي، هاي لألي لأني بحب اللون بنفسجي. هاي صدف؟ هاي لرفيقتي لأنها بتحب اللون الزهري. صار وقت البطاطا المقلية يلي أنا بعشقها. لقيت شخصية
حب. And if you hear this song, then go on, bend your back, go on, bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? خلصت زيارتي لهالمكان الرائع، كانت مغامرة بعملها أول مرة بحياتي، وإن شاء الله رح أعيدها. وإنتوا أصدقائي بنصحكم تجوا تشوفوا جمال البحر والجزيرة والبواخر الكبيرة، لأنه رح تنبسطوا كتير. طبعا يا جماعة قربنا نوصل على المدينة مثل ما انتم شايفين. هيك بنكون الحمد لله على السلامة، وصلنا. يا جماعة هلا نحن بطرطوس، المدينة فيها كتير محلات وكافيهات. شوفوا لي هالمبنى الكبير، شكله بجنن. مرينا من جنبه وعيوني ما انشالت من عليه، عقد مو حلو. كملنا طريقنا ورجعنا على البيت. ولهون بتكون خلصت مغامرتنا. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا باي، انا حلا بحبكم. ونركب هالسيارة ومن حارة لحارة، وترى تحكي لي كيف كنت